السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم اليوم بوصفة تحلية بالبنان والكراميل. ان شاء الله هتنال اعجابكم. نبداو على بركة الله. عندي هنا نص لتر حليب، نسحق معاها زوج هكا فلون كراميل، نسحق دي بسكوي هكا يكونوا رقاق، نسحق زوج حبات بنان، ليكستري دو فاني، لي استغفر الله يا ربي، ليكستري دو كراميل، نسحق حبه بيض ولا فاني وزوج مغارف سكر، ونسحق بور لو كراميل هكا فنيجل صغير تاع لاتاي تاع سكر، نسحق معاه ربع ما. ندير هذاك الفنيجل تاع السكر بور لو كراميل نديرو فوق النار، نخليه يذوب باش يولي لي ان كراميل، نخليه بغردو يذوب. ومن بعد كي يغلي لي ويذوب يولي كوم كراميل، نزيد له هذاك الربع الماء، نخليه يغلي شويه مده باه يعقد لي غير شوي، ونطفي عليه يولي لي ان كراميل. هنا عندي نص لتر حليب، نحطها في كسرونه، نحطها فوق النار تسخن لي. الله اكبر، يخلص الاذان ونرجع لكم خواتاتي. سلام اختي، هاي ليك بعد ما الكراميل وجدت معايا، هاي ليك، هاي نضيف لها ربع كاس ماء غير بالعقل. هاي ليك كمل الكميه، نرجعها فوق النار واحد مالبا دقيقه هكا، قسمه تعقد لي توري لي كراميل، ونطفي عليها. وفي هذاك الوقت الحليب تاعي راهو غلا، نحطو هكا بجيه، نحط الحبه تاع البيض، نحط معاها زوج مغارف سكر اللي كنا قلنا عليهم، نحط معاها كميه من لافاني، ونحط معاها زوج مغارف تاع مايزينا تاع اكل، زوج مغارف. نخلط جميع المكونات بهذه الطريقه. هاي لك، لازم المايزينا تدخل لنا مع السكر والبيض. هاي ناخذ الحليب تاعنا، ندي كميه منه بهذه الطريقه. هاي لك، نرجع كامل الخليط. هاي لك، نرجع الخليط اللي درناه هذا كاع في الحليب، ونحرك، نرجعو فوق النار، نرجعو فوق النار يغلي حتى يعقد لي، ونرجع معكم نوجد لاكريم تاعي ونرجع. سلام خواتاتي، هاي لك بعد ما عقدت معايا لاكريم تاعي، هاي لك ولات هكا عاقده. نزيد لها نص مغرف مارغرين، ونزيد لها العلبتين تاع الفلون كراميل، لازم تزيدوهم لها وهي سخونه باش كاع يولي الخليط متجانس. هاي لك نزيد لها علبتين. هاي لك غير بشويه ندخل الخليط كامل في بعضه. هكذا اختي. ومن بعد كي تزيد تبرد تزيد تتماسك، ما تخافيش. هاي دوكا عندنا كريمه، شوفوا
ما شاء الله. والبنه والله ما صدقوني ما نحكي لكمش. دوكا نجيب المقادير تاوعي اللي قعدوا، ونجيب الكؤوس اللي راح ندير فيهم، وندير معاكم الديكور. سلام خواتاتي، هاي لك بعد ما جبت الكؤوس تاعي. ناخذ هنا واحد الملعقتين تاع حليب، ندير فيها شويه ليكستري دو كراميل قدرات برك هكذا باش يعطينا غير البنه. هاي لك ناخذ لو بسكوي تاعي. قبل ما ناخذ لو بسكوي ندير هاي لك الكراميل تاعي، نديرها تحتها بهذا الشكل هكا في الكؤوس. ندير شغل زخرفه. نزيد في الكأس الثاني هاي لك باش تشوفوا. هاي لك هاي لك اختي. ندير شويه من تحت باش تبان غير بالملعقه، تتحصلي على زخرفه ما شاء الله. هاي لك. دوكا ناخذ اختي هنا لو بسكوي تاعي، هاي لك. ناخذ حبه البسكوي نغمسها ابان في الحليب هذاك ونحطها هكا مكسره. هاي لك ونحطها. ناخذ حبات البنان نحطها بهذا الشكل على شكل وردة. هاي لك. انا كنت قطعته اوفال هكا وزدت حصرت عليه نص حبه ليمون هكا ما يكحلش، يقعد واش يقعد ما يكحلش. ناخذ كميه من لاكرام تاعي بهذا الشكل هكا، كميه صغيره باش نزيد ندير لو بيسكو. هاي لك. نحط بسكوي تاعي هاوليك. نحط فوق لو بسكوي تاعي شويه كراميل، حاجه خفيفه غير باش يعطينا الذوق. هاوليك. ندير عليه شويه هكا لوز ايفيلي، كنت محمصاته مليح باش يعطينا ذوق بنين. نزيد عليه شويه لاكريم بهذه الطريقه. نسي نسقم السطح، اسفه، نسقم السطح هكا بهذا الشكل. ناخذ قطعه بنان، ناخذ شويه لوزي فيلي هكذا. هاي لك. هنا عندي دي غوفخات على شكل سيجار، راه متواجد في الاسواق. هاوليك نحطه بهذا الشكل. وعندي هنا شويه كراميل، هاي لك. بهذا الشكل صدقوني جو ما شاء الله.
ندير معاكم كأس تاني. هايليك ناخد البسكويت تاعي نغطسو غير ابان، هاهو باسكو زيدي تشمخ بلا كرام يولي مشمخ، ما تخافيش. هايليك ناخد البنان تاعي نحطو على شكل وردة، هاوليك تكوني قطعتيه هكا اوفال شغل قريب بالطول. هايليك هكذا ندير كمية من الكريم. هايليك من بعد ندير قطعتين من البسكويت تاعي، هاوليك ندير شويه كراميل، شويه لوز ايفيلي باش يعطينا البنه، وندير كميه من الكريم تاعي. هايليك هكذا ناخد اللوز ايفيلي نديرو في الاطراف هكذا، ندير قطعه موز بهذا الشكل. ناخد لو غوفخا تاعي نسي نوقفو هكا بجيه، ناخد شويه كراميل على السطح، وبهذا الشكل نكون كملت الكاس تاعي. نكمل الكميه اللي قعدت لي خواتاتي ونوريكم في صح التقديم. سلام خواتاتي، مرحبا بكم في نهايه الوصفه. هايليك بعد ما بردوا معايا لي كوب تاوعي تاع الديسير، هاوليك شوفوا الشكل من تحت يكون كراميل والبنان، وصدقوني البنان بالكراميل ذوق ولا اروع. هامليك هنا كنت عاود غليت هذاك الكراميل اللي قعد لي وعملت بهذا الشكل حبات لوز وعملت لهم هكاك، وهنا عملت الشكل عشوائي وحطيته. بنت الكراميل مع البنان شيء بزاف بنين. هاوليك كيفاش يكون بعد ما يبرد. هاوليك اختي، وان شاء الله تعجبك الوصفة، وفي الوصفة القادمة بإذن الله. وابوني اختي، ما تنسيش تفعلي الجرس هكا بيلحقوك الوصفات كل ما تدخل فيديو يلحقك. وفي الوصفة القادمة، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونتمنى لأخواتي كل خير، ونخليكم على خير بإذن الله، وفي الوصفة القادمة إن شاء الله. مع السلامة أخواتي.